الست مش بس ومش مجرد مهاجرة، الست كمان حلم وطموح وهوية. في الحلقة دي هنسمع حكاية ست قررت تلاقي نفسها من جديد وسط الغربة والتغيير والتحديات. يمكن قصتها تفتح باب الأمل في قلب ست تانية لسه مش عارفة تبدأ. أهلا يا وجيهة معانا النهاردة، هلا فيكي. منورانا. ممكن تعرفينا بنفسك؟ وجيهة بركات، ايفنت اند ويدنج بلاننج بلانر، وبنفس الوقت عندي سوشيال ميديا ماركتينج ايجنسي، وبنفس الوقت ام لاربع اولاد في كندا، وبقالي هنا 18 سنه. أهلا وسهلا بيكي يا بيكي. اهلا وجيه. فيكم، اهلا أهلا وسهلا. بيكي. طب قولي لنا حكايتك بقى مع الهجرة، ولما ابتديتي يعني أول ما جيتي هنا أنت جيتي من 7 2007 قولي. استقرينا يا فعلا. كانت بقى في الأول حسيتي بوحدة مخاوف بحياة جديدة يعني بأطفال ومسؤولية، ممكن تحكي لنا عن خبرتك في أكيد ما كان شيء سهل، الغربة مش شيء سهل، وخاصة لما تيجي أنت مع أطفال لا قادرة تشتغلي ولا قادرة تطلعي ولا يعني أنت مقيدة كتير مع عيلة مم. وأطفال. والشغلة التانية، ما كان زمان في وقتنا ما كان في الانفتاح الفظيع بالسوشيال ميديا، ما كان في واتساب، ما كان في فيس تايم. فحسيت مم. حالي إنه أنا فعليا كأني هجرت المريخ وليس كندا يعني. ما حسيت انعزلتي. انعزال شديد، يعني كان عشان أكلم ماما كل أسبوع أشتري كرت ب5 دولار، أيوة والخمسة يا الفاتورة. دولار روتي ده روتي اه بس. ال5 دولار دي كانت مبلغ يعني. أيوة. ايوه. وكانت فخمس بيسرقوا دقايق. وبيسرقوا دقايق، وإذا فصل فاكراها الخط ايوه. خلص راح عليكِ. أيوة. وأنا عندي 7 أخوة وخوات، اه فأنا عشان أكلم ماما يعني يا اه دوب أكلم ماما كلمتين، ما أكلمش أول 2 3 يقطع الخط خلص. يعني أنا اه. في صلة، في 5 أخوان من أخواتي اتقطعت عنهم تقريبًا 4 5 سنين لشُفتهم يعني، ياه. ياه. لإنه كان صعب إني أنزل على الكويت. مم. فما كان الوضع سهل كتير، وخاصة إنه إجوا كانوا ولادي صغار، كتير كتير كانوا صغار، يعني كنت حامل وبيبي وولد لسه كان داخل المدرسة جديد. فكانت كتير مرحلة صعبة يعني لما بتذكرها هلا، يعني فعليا دمعة وابتسامة، إنه اه كانت مم. أيام وذكريات حلوة، بس بنفس الوقت مؤلمة. متعبة. مؤلمة ومتعبة. يا فالغربة مش شي سهل بس أتوقع هاي الأيام صارت كتير أحسن مع السوشيال ميديا حسن. ووسائل التواصل مع الأهل في البلاد، وصار في العولمة كمان يس. دمجت كل العوالم مع بعض، بطلنا نحس في فروقات بين هون الغربة وهناك. بقت مختلفة عن زمان. جدا مختلفة، ومع هيك ما زالت صعبة، مع هيك بس مؤلمة. بس طيب وجيهة، لما ابتديتي البيزنس بتاعك، هل كنتي خايفة أو كان في مخاوف معينة في دماغك مثلا قلقانة إن انتي تعمليها؟ ونصيحتك ايه بقى دلوقتي بعد ما عديتي كل ده، تقولي ايه للي خايف يبتدي بيزنس جديد؟ أول شي طبعًا ما في أي مرحلة جديدة بتقدمي عليها بحياتِك إلا بتكوني خايفة منها، خايفة من العقبات، خايفة من المستقبل، خايفة من التبعيات عليها وعلى عيلتِك. فطبعًا كانت كتير صعبة بالنسبة إلي إني أبدأ بالbusiness، وكان بدايتها كان الكل يحكي لي: "شو اللي بدِك تعملي؟ شو wedding event planning؟" يعني هذا الإشي في زماناتي بال2007 ما كان أصلًا وارد عند المجتمع العربي إنه يكون في سيدة عربية محجبة تحديدًا تعمل wedding and event planning. فكان كتير، كان يعني لقيت صراحةً كتير من يعني التريقة اه والتسميع كلام واستهجان إحباط، وإحباط، تقليل. وكتير تقليل من اللي بدي أعمله. فصراحةً فكرت، كان والدي دايمًا عنده مقولة إنه الإنسان يعني بما معناه إنه الإنسان لمّا بده يعمل إشي يحط، شُفتِ لمّا بيمشي الحصان بيحطّوا له الحتّة دي عشان الفوكس. يركز عشان في حاجة يركّز واحدة، وfocus ما مم. يبصش على اللي ما حواليه. أنا يتشتتش. حطيتها على عينيّا وعلى وداني عشان ما اسمعش وما اشوفش، وفعلًا عملت eliminate لنفسي، وما يعني I ignored everyone around me من اللي بيقلل منّي وبيقلل من شغلي، واستمريت. وكانت في البداية كتير صعبة، يعني بدأت في حاجة صغيّرة 60 شخص، 60 ست، حاجة صغيّرة على قدّي. الحمد لله وصلت لإنه آخر event يعني عملتها كانت عندي 1000 booking واو. ladies in for one night. نايس. فالحمد لله. فهذا الشيء اللي أنا يعني باحكي دائمًا إنه الواحد يطلّع لبعيد، ما يبصش تحت رجليه. هلأ نصيحتي لأي حدا بده يبدأ business، لو أنتِ في يوم من الأيام كان عندِك business أو عندِك فكرة، ابدي. في كتير اه. ناس التفكير العميق إنه مم. ينجح ما ينجح، والدراسات ودراسة الجدوى على تفاصيل صغيرة بتوقّفها وبترجّعها 100 سنة لورا، وكل ما تيجي تقدّم خطوة 10 بترجع. إيه. دايمًا بانصح إنه ابدي، ابتدي. لو شو ما كان ابدي، ولو ب1 baby step. لإنه وهاي دايمًا باحكيها لأي حدا بيكلمني: ورا كل باب في باب، حتى لو ما نجحتِ بهذا الباب اللي فتحتيه، مم. لو ما كان هو هاي بداية الطريق الصح اللي حتكملي فيها للآخر،
بس حتلاقي وراها باب كونكشنز، نتوركس، ناس تعرفيها، ناس تدعمك، ناس تعطيكي فكرة جديدة. طول ما انت قاعدة وقافلة على نفسك ما عمرك حتتطوري بأي شيء. دي نصيحة هايلة على فكرة، الله يسعدك. لأن في ناس فعلا بتخاف وتقعد تخطط كتير قوي يعني ما وما عمرها تحاولش إنها تعمل حتتحرك بالظبط. فعلا. لا. فالباقي هي أول خطوة، أصعب مم. خطوة، بس اعمليها وارمي. أنا دائما ممكن بحكي تفتح ارمي سكة حالك، تانية. هي سكة مم. تانية، هي الباب. دائما بقول مم. ورا هذا الباب اللي أنت عم بتفكري فيه بتفتحيه حتلاقي في كمان باب، وحتضلك تفتحي أبواب بحياتك وتستكشفي وتتعلمي. بس ميرسي إن أنتِ عملتِ موضوع الevents ده، لإن إحنا في كندا عارفين يعني إيه الشتا وsnow وبتاع، my gosh. ما فيش كان fun. دايمًا بنmiss الfun في بلادنا، البلاد اللي كتير بتسهر وتخرج أجواءنا احنا السهر أجواءنا عندنا فإحنا بيميز الميدل ايست هنا بتهيألي. الناس كتير. الساعة 9 كل حاجة بنحب بتقفل، ما كل لاقيش حاجة نعملها. الشارع بيبقى فاضي. انت أيوة. عايشه في ميلتون 8 بالليل ما فيش بني اه ادمين، يعني أيوه. هدوء. فكانت كتّري الفكره events من بقى، هون. ان كتّري، شاء الله يا رب، كتّري. الله يكثر الايفنتس ويقلل محتاجين. الحروب في بلادنا يا والمشاكل اللي عم رب، بتصير اللي بتوجع يا قلوبنا، يا رب، رب اللهم يا رب. امين. طب وجيه بالنسبة الأم دايما بتحس إن الأطفال بيبقوا limiting her، يعني حد دايما ماسك فيكي ومتعلق بيكي والتليفونات يعني حسيتي كده؟ حسيتي إن الأمومة أو الأطفال كانوا بيسيتشوا باك ولا لأ؟ عارفه الماما دك، اه هو ده فعليا. انا كنت ماما دك في مرحله معينه. يعني انا عندي 4 عيال ربنا يخليهم، ربنا وتقريبا يعني يخليهم لك. متقاربين بالعمر ما عدا الصغير. انا كنت وانا رايحه معايا ال4 وانا جايه معايا ال4 والسترول بقى. ومرحله كان في السترولر الدبل. يعني كانت بالنسبه لي كانت معاناه، بس مع هيك ما كانت توقفني. يعني بوقت انه انا كنت اهتمامي واولويتي لعائلتي، كان ممكن اني اطلع وادرس واروح واكون نفسي واعمل واكمل دراسات وكذا. بس اكتشفت انه لا، العيال هم الأهم، أولادي هم الأهم، بيتي ومحافظة على بيتي هو الأهم. فدرست أونلاين، مع إنه بوقتي ب 2007 كان الأونلاين كتير شحيح، ما وما كانش كانش فيه. أصلا في كتير تخصصات في الأونلاين، يعني اه كانت كتير قليلة. قلت حتى لو درست حاجة أقل من طموحي لتسي مثلا، بس أهم شيء عيلتي. فلازم you have to have this balance، إنه ما بين العيلة والدراسة. مش لازم تكوني يعني دكتورة يعني تدرسي perfect دكتوراه. وبروفيشنال وبي اتش دي وكذا، بس أهم شيء إنه انت قادره تعملي هذا البالانس. وهذا اللي عملته. فلما درست الويدنج اند ايفنت بلاننج كانت من البيت، اشتغلت على سمول سكيل، على السمول كوميونتي، حبه حبه، بيبي ستيب، شوي شوي، لا قدرت انه اوقف اولادي على اجريهم، يعني بفضل ربنا طبعا وبمساعده زوجي الله يخلي لي يا رب. قدرنا انه نوقف العيله على رجلها. لما قدرت اني يعني اضمن اولادي واقفين ثابتين، مش حتهزهم الاشياء اللي حواليهم في البلد وانا معاهم ووراهم، ساعتها بدأت شوي شوي أنطلق. بدأت شوي شوي أفك يفك اللز مع العيال. يعني أيوه. كبروا بقوا يعتمدوا على نفسهم وبقوا يتحملوا مسؤولية إخواتهم الصغار. ومن هون قدرت يعني. فأنا دائما بحكي لأي حدا بيجي بيقول لي وجيهة أنا بدي أدرس كذا، بحكي لها عيالك، أولادك، البيت أول شيء. لأنك إذا أنت ما حطيتي أساس ثابت لأولادك وبيتك وعيلتك، شو ما بنيتي فوقه خربان فعليا، حيتهد في لحظه من اللحظات. يعني الا طبعا برحمه ربنا، برحمه ربنا، انه بعد الشر لو انت في يوم من الايام طورتي نفسك ووصلتي ولقيتي ابنك لا سمح الله وقع دهور، منِّك. او بنتك راحت في حته انت لا مبادئك ولا دينك ولا مشاعرك حتسمح انها بنتك تروح هنا، حيفيد ايه الشهادات؟ حيفيد ايه الفلوس؟ حيفيد ايه البيوت؟ حتفيد ايه السيارات؟ nothing. وفي الاول وفي الاخر بنعمل ده كله ليهم برضو، فهم exactly. هم البرايورتي anyways. بالضبط البريوريتي إلهم عشان مستقبلهم. بس من يعني يكون قادرة تعملي بالانس. باباهم موجود في البيت. أنا كان اللي يساعدني الصراحة الأمانة زوجي كان بيشتغل بالبيت فترة طويلة كتير يعني، فكان هذا اللي ساعدني إني أقدر أنطلق، في مقارنة إنه في ستات أزواجهم مرتاحين ويعني مش عايزة أتكلم عن الناس بس يلا حقول. يلا المهم في ستات كتير بيكونوا قادرين إنهم يعني صراحة يقدروا يقعدوا بالبيت بوقت أطول. كانوا يحطوا عيالهم في الدي كيرز علشان تخرج وتتفسح وتشتغل شغلات يمكن ما كانت وقتها مستوعبة إنه العيلة هي الأولوية. فنصيحتي دائما لأي ست في العالم، بيتك أولويتك، وبنفس الوقت شغلك سند ودعم كتير مهم. صح. بس حاولي تعملي بالانس قد ما تقدري and be smart how to do it. وانت برضو في الاخر تبقي رول موديل لاولادك، 100% 100% يبصوا لك طبعا بنجاحك في برا البيت وكمان نجاحك جوا البيت. البيت. صحيح. يعني شو بهمها البنت لما تشوف امها برا مشرقة وفي البيت البيت. منعكشة يعني، والبيت ما فيش اكل ويعني مش نظيف، فاكيد هي البنت رح تطلع مهزوزة. فانت بدك تركزي كتير على هذا الاشي.
يعني أنا شوية old fashion يعني بس I'm لأ ده proud لا of صح، this. ده بالعكس صح، Yeah. ده صح إن أنتِ تبالانسي ده You أهم have حاجة. to. قد ما تقدري. We are not superheroes. We are آه. يعني بني آدمين في النهاية. صحيح. بس you have to try. على فكرة حتى لو الأم قعدت تماما في البيت مش هتعملها بالضبط. 100% برضه، مش مستحيل. يعني أنا مستحيل. باعرف ستات بيقعدوا مم. 15 ساعة بيحضروا مسلسلات تركي والبيت يقلب يقلب. يعني تركي برضه ممكن ده تكوني في مشكلة البيت مسلسلات التركي دي عايزين دي نشوف لها حل، أنا مستحيل نشوف لها أشوفها. قافلة، لأن أيوه. هي ما اللي بتفتح هي ما اللي بتتقفلش. بتديها ما ما بتقفلش. ما ما وقفش بتقفلش. خالص. مستحيل. أنا مستحيل أعلق في مسلسل تركي. أنا حدي 15 حلقة. وهم دلوقتي بقى النظام كده Yes. which is perfect يعني It's بصراحة. perfect. أنا آه. باحب 15 حلقة. وأنا آه. ولو في أقل أموت فيه. طب لو في واحدة عايزة تغيّر الcareer بتاعها أو مش حابة اللي هي فيه، إيه نصيحة واحدة تدّيها لها؟ أو أهم نصيحة؟ أهم نصيحة ما تسيبي الstability علشان حلمِك في البداية. اعملي balance. اشتغلي في شغلِك الأساسي اللي هو سندِك فاتح لِك بيتِك، وبنفس إمم. الوقت ابدي ولو حاجة صغيرة جنب الشغل ابدي فيها. once قدرتِ تكوّني لنفسِك مكان وقدرتِ إنِّك هذا الprofit اللي عم يجيكِ من هذا الbusiness يقدر يسندِك بنفس طريقة شغلِك، سيبي شغلِك 100%. إمم. ما في أحلى من الbusiness. Yes. Yeah. play it ما فيش smart. أحلى من الbusiness. Yes, Yes. play it smart. وجيهة، لو في درس أو موقف حصل لِك هزِّك جامد بس اتعلمتِ منه درس كويس، تقدري تقولي لنا يعني ده طبعًا بعد الهجرة يعني؟ بعد الهجرة. كلام ستات؟ خدي كلام ستات؟ راحتِك، إحنا قاعدين ما فيش حد خدي يعني راحتِك مش حد خالص، شايفنا، خالص. قاعدين مع ولا بعض. حد سمعنا ولا حد هيشوفنا بعد كده. أوكي بُصّي، الدرس اللي اتعلمته إمم. إنه خلّي علاقاتِك مع كل الناس leveled بمساحات معيّنة. إمم. ما تدّيش حد أكبر من حجمه في حياتِك. أسرارِك، أسرار بيتِك وعيلتِك هي إلِك. أسرارِك برّا ما تطلعش. limit تدخلات الناس في حياتِك. حصل معايا يعني قصة وكانت هي فكرة مش من طباعي، ولكن أكتر شي بانصح فيه إنه ما تزوّديش علاقاتِك كتير. مش إمم. علشان العرب سيئين زي السمعة السيئة اللي طالعة علينا، ما إحنا حلوين أهو. إحنا حلوين مع بس بعضينا. إحنا حلوين مع بعضينا والله شو ما كانوا. no discrimination بأي سواء جنس، دين، بلد، لغة، لهجة. هذا الإشي مرفوض تمامًا بالنسبة إلي. بس خلّي علاقاتِك موزونة. لإنه في وقت من الأوقات كانت وقت الكورونا صارت معي هاي القصة which is كل ما باتذكّرها يعني تألمني. وقت الكورونا كان الواحد فاضي، نقدر إمم. نحكي شغل ما فيش، خروج ما فيش، كذا. زي ما باقول I slipped في قصة قعدات الستات بقى، إمم. وكنا نهرب ونقعد في الbackyards بتاعتي كذا، ونروح عند الست دي ونقعد في الbasement. بتعرفي إنه كان ممنوع التجمعات. فI slipped في فكرة تجمعات الستات اللي كانت تقريبًا بشكل دائم. جروبات الستات بتاعة الواتساب اللي اللي هي أنا أصلًا ما ليش فيها، ولكن الفراغ بهداك الوقت والملل دخلنا فيها. فصار بهداك الوقت قصة معايا مع حدا كتير قريب علي، وللأسف مع قعدات الستات وكذا للأسف حصل زي clash. يا ريت حصل زي خيانة. أنتِ فاهمة آه. الخيانة اللي هي الجروب بيتكلموا معاكِ في حاجة، بعدين في جروب تاني بيتكلموا معاكِ في حاجة تانية، وأنا يا غافل لك الله. وصارت قصة إنه تأويل كلام، ودي قالت ودي عادت وكذا. فأنا بعدين قُلت لهم غسلت إيدي وطلعت من برّا، سكرت الجروبات، طلعت من كل القصص. لإنه فعليًا كل ما حاوطتِ نفسِك بناس بتتكلم كتير وناس فاضية ما عندها إنجازات، أنتِ بتنزلي في مستنقع على مستواهم. حاوط نفسه الواحد. فأنا هذا هي الدرس اللي اتعلمته، إنه حاوط نفسك بالناس البيزي، الناس اللي زيك بتحاكي نفس طريقة تفكيرك، ما عندها فراغ. الفراغ اللي يخليكي تنسحبي معاهم فيه. جاوري السعيد تسعد، وتعرفي على 10 مليونيرية حتصيري المليون ال11، و10 6 فاشلين حتصيري أنت السابعة. ما أعرفش الأرقام بتيجي منين، بس يعني أنت بس دبري يمكن حالك. حاجة عندهم. هو اللي ماشية بيطلع حالها. معي. فأنا دايما بحكي إنه اشغل نفسك بأحلامك، بأهدافك، في عيلتك، في بيتك، وابعد عن لت الحكي. إحنا بنحكي لت النسوان. Yeah. عندنا برضه. وهذا اللي عندي في كل حتة، في كل حتة. حتة، فحتى عند الهنود عندهم يعني. أيوه. في كل حتة عند كل الناس. أوكي وجيهة، طيب إزاي تخلّي الشغل مش بس مجرد شغل business وفلوس وبتاع، إزاي تخلّيه رسالة؟ يعني إزاي نخلّي الشغل بتاعنا رسالة؟ خصوصًا إن إحنا مثلًا يعني حلو إن إحنا سيدات، وفي حاجات كتير أوي ممكن تتقال للسيدات من ناحية شغلنا ومن ناحية اللي كيف بنعمله. تخلّي شغلِك رسالة شو ما كان، والّا أنا باحكي عن شغلي أنا؟ عن شغلِك أنتِ. شغلي أنا.
لمّا طلعت بفكرة الevent planning لمّا قُلتِ لي إنه كتّري events وليش اللي إحنا محتاجينها، هي إجت فكرة إني أنا أعمل events وحتى أدخل في المجال من هذا الموضوع. لمّا إجيت ما كان في الانفتاح الكبير، ما كان في social media كتير، فإحنا كنا فعليًا البنات وإحنا كصبايا، أنا بهداك الوقت كنت لسه في بداية يعني في العشرينات، فلمّا إجيت إنه ما فيش أنا أروح حتّة بالذات يمكن أنا كمان عشان محجبة ما باقدرش أخرج في أي حتّة، آخُد راحتي بأي حتّة، نرقص في أي حتّة، في limitation يعني، وما كناش نتعزم على أفراح، ما كناش نعرف حد عياله كبار يعزمنا على فرح، فأنا قعدت تقريبًا 3 سنين في الطل يعني ما حدش بيعزمني. مش طب لوحدِك، ما أعمل مش لوحدِك يا وجيهة. ما كانش في أفراح الناس كلها كتير تقريبا بيبقى عندها مشكله في الافراح اول لما بالضبط. تيجي كام سنه كده لأنه مفيش يا جماعة افراح يس مناسبات لأن أول شيء إحنا بنيجي عيالنا صغيرين، اه فأنتِ الcommunity اللي بيحوط فيه تقريبًا نفس العمر، فأنتِ صح كله هتتعزمي على فرح متجوز مين؟ ما حدش بيجوّز بالظبط 14 سنة anymore خلاص أيوه. ده زمان ده أيوه. قديمة، فأنتِ مش هتستني لمّا يصير الولد عمره 27 والبنت عمرها 28 يتجوزوا، نروح فيعني نحضر فرح. بالضبط عشان نحضر فرح، فبتكون كمان الcommunity بتكون دائرة المعارف ضيقة، فما بتعرفيش حد كتير، فأنا قُلت يعني بما إنه أنا مش هاتعزم أفرح أعزمهم أنا، صح. بس مش هاتجوز حلوة تاني الفكرة هي مرة وخلاص هي مرة واحدة بس. أيوه. ف فإجت من هون الفكرة إنه بنات صحابي وأنا وصاحباتي وكذا، إحنا عايزين نلبس، عايزين نتبسط، عايزين نعمل أجواء الخليج اللي إحنا متعودين عليها، أنا مواليد الكويت وطول عمري هناك، فيعني في فرق شاسع ما بين كندا والكويت بهذا الموضوع يعني. اه فلقيت إنه let's start why not وبلشت أدرس بالشغلة درستها، أنا ما باحبش أعمل حاجة وأنا shallow إمم. يا بافوت فيها deep يا ما أعملهاش إمم. خالص، يعني يا مضبوط يا مش يا ما ابداش فيها أساسًا. فدرست الموضوع، درسته عن دراسة وأخدت فيه شهادة وأنا بادرس كنت باشتغل، فلمّا وصلت فكرة إنه درست الevent planning وبلشت بالevents كانت الرسالة فعلًا مم. إنه الستات تلاقي حتّة تروح تتبسط فيها in very high quality مهم. very high end ما كنتش ب ب باشت أنا باشتغل على high end يعني big venues big names big يعني good food كل شيء top 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 زي ما أنا باحبه لنفسي، مهم. فكانت رسالتي وفكرتي بالموضوع إنه نيتي إنه الستات تتبسط، خلي بالك احنا هنا في كندا في مبدأ مش يعني يا ما جماعة فيش خليكوا luxury سامبل ليه؟ ليه عايزين حاجة البيجامه شوية بتبقى زي موحه في الشتاء مثلا بنخرج بيها بالضبط كله كوسكو نفسنا في حاجة نزلنا luxurious خالص كده ليه لا يعني لأ هو لأ الluxury يعني إحنا كنا بنحب الluxury بس بالاستطاعة، يعني عارفة كيف؟ فأنا صحيح عملت luxury على قد استطاعة البلد، مهم. وكمان القدرة الشرائية للناس، ما أنتِ ما بالظبط تقدريش تعملي حاجة يعني تكون صح ما تدفع تناسبش $200 ما حد لا مش ما حدش حييجي، صحيح you have to balance it. فاللي صار إنه هيك هي كانت هدفي أولًا لمّا بلشت بالevents، شغلة تانية كمان إنه إحنا يمكن community مسلم كمان وسيدات محجبات مش سهل إنه تثقي تروحي مكان ما فيش فيه شرب، ما فيش في رجالة تبُص، ما فيش مم. كذا، ما فيش كذا، فأنا حاولت ألاقي لهم هاي نقدر نحكي الامبيانس بتاع الambiance اللي هم عم بيدوروا عليه، واللي أنا كمان بس بستايلنا اللي إحنا بنحبه في الluxury تبعنا، مم. فمن هون كانت هاي رسالتي لمّا دخلت السوشيال ميديا. الرسالة كانت والهدف منه في البداية أبدًا ما كان هلأ بيقولوا لي قولي لنا كيف ندخل السوشيال ميديا عشان نعمل إعلان، عشان أنا عايزة أعمل إعلانات وأدخّل يعني business. ما كان هذا الهدف بالبداية، كانت الفكرة ببداية دخولي على السوشيال ميديا إنه إفادة الناس، مم. المعلومة اللي عندي أعرّفها للناس، أنا واحدة من هون إلي زمان كتير من 2003 و2005 2007 فعندي كتير knowledge في ناس كتير إجوا جديد ما عم يعرفوا يوصلوا لي بسهولة، مم. فالحمد لله إنه في السوشيال ميديا، فحكيت why not بدال ما أفيد واحدة عم بتكلمني على التليفون بتقول لي وجيهة أروح فين وأجيب ده منين، أيوه وحد يبعت لي مسج وحد يبعت لي إيميل، لأ إحنا نخليه public. صحيح فواي نوت فمن هون اجت فكره السوشيال ميديا والهدف دائما انه افاده الناس إشي كتير قيم وفي اجر كمان عظيم وفي كمان بنفس الوقت محبه وثقه مهم. فدائما انا بحكي اي انسان بده يعمل إشي هي ده اهم شيء دائما النيه مم. وانت تعملي الشيء الصح علشان الناس تستفيد شو ما كان يكون وعلشان انت عملتي حاجة بصدق وعايزة تفيدي الناس ده فتح لك باب شغل لأن الناس بالضبط حبتك وعايزة تسمع بالضبط، وكمان تاني شيء إنه زي ما قُلت إنه في أنا عندي عيلة وعندي حياتي وعندي كذا، فأكيد أنا مش هاقدر يعني تسخير الوقت كتير الإنسان بيقدر يدعم بشكل كتير كبير كتير ناس، بس مم. بعض الbusiness بيحتاجوا إنه هم يتعرفوا، فأكيد it's a business relationship فwhy مهم. not وكانت الفكرة من هون إنه يعني هم يكبروا الbusiness تبعهم وأنا بنفس الوقت أكون باعطي من قلبي وضميري، ما أضيّعش وقت عيالي على الفاضي كمان عشان أقدر أسندهم عندهم مدارس وجامعات وأولويات وحاجات كتير. صحيح
تنصحي إيه الناس اللي بتقارن نفسها دايمًا بالناس التانية وتقولي لهم إيه إزاي يعني يتقبّلوا نفسهم؟ آخ! سؤال عميق. عميق أوي. آه. أوكي. هلأ من خبرتي بالحياة ومن اللي شُفته يعني من المجتمع السيدات تحديدًا بالذات يمكن عندهم هاي الشيء أكتر اللي هي المقارنات يعني في ناس ما عندهاش satisfaction يعني. إمم. فشخصيًا أول حاجة وبكل صراحة وبأمانة يعني إنه إذا أنا حسيت في لحظة من اللحظات إنه أنا إنسانة كتير تعبانة وقدرت أستوعب هاي المشكلة go and see a therapist. إمم. إمم. دي حاجة ما يختلفش زي ما دماغي بتوجعني وبطني بتوجعني أنا باشوف دكتور متخصص، نفس الشيء إذا أنا حسيت فعلًا حالي I'm down ودائمًا تعبانة ومرهقة من هاي الفكرة، إنه why not to find a solution وfind someone to help me يعني ألاقي حد يساعدني، هذا طبعًا لمّا يكون الموضوع كتير متفاقم، ولكن لمّا غيرة الستات دي موجودة في كل حتة وإحنا كلنا بنمُر فيها بlevels معيّنة، ما فيش أي بني آدم على وجه الأرض ما بيغِيرش. أو ما بيبُصّش لحد تاني، يعني إحنا بنكون لمّا تقولي أنا ما باغيرش وأنا ما بابُصّش لحد، هذا بيكون يعني أنتِ بتناقضي آه. نَفْسِك، كُلّنا بنبُص للممثلة الحلوة، اللي شعرها حلو، اللي لابسة لبس حلو، ممكن تكوني بتغيري بطريقة مؤذية بالحسد أو إنِّك أنتِ تضُرّيها توصلي لهاي المرحلة ودي عايزة علاج، إمم. أو ممكن إنِّك أنتِ عايزة تعملي حاجة، آه. ففي ناس بتقلِّد وفي ناس ممكن تأذي بالكلام. فأنا دايمًا باحكي لأي حدا باحسّه بيوصل لهاي المرحلة أو بانصح أي ست توصل لهاي المرحلة، ركّزي في نَفْسِك، ومش غلط نشوف غيرنا، إحنا بنشوف على السوشيال ميديا كتير ناس، أنا أشوف واحدة رفيّعة وجسمها حلو وأنا سمينة وأقعد أهري وأنكت في نَفْسي ليه؟ أروح يمكن الgym أخس لمّا آجي ممكن وأنكت في نفسي. والله أنا باخس عشان كده ما باخسش والله دلوقتي ما ما باخسش بيخسسش أنا باقول لِك ما ما بيخسسش. بيخسسش. فشو بنعمل؟ يعني أنا باشوف إمم. إنه دائمًا أي ست بيكون عندها هاي النظرة الدونية لنفسها والنظرة لغيرها والمقارنات، اهم. أحسن شيء إنها تركّز بحالها، الدراسة، إمم. تطوير الذات، تطوّري بنفسِك، تسمعي بودكاست عن تطوير النفس لو على أنتِ فكرة ده مهم أوي، كتير السمع مهم، ده رهيب، كتير مهم، خصوصًا إحنا هنا في كندا بنقضّي وقت طويل جدًا في العربية، طبعًا، ودلوقتي بقى في كل الكتب مسموعة وفي بالضبط. podcast زي أنتِ بتقولي، الموضوع بقى يعني very سهل، useful very يعني useful. إذا كنتِ في العربية بتقدري تحطيه على العربية، أنتِ في صحيح. البيت بتشتغلي، بتطبخي، آه. تكنسي، بتمسحي، آه، حطّي السماعات بدل على بقى إيه، ودانِك بدل ما المسلسل التركي. لأ بالضبط كده. أو بدل ما أفتح تليفون على صاحبتي، آه، بُصّي دي عملت إيه وسوِّت إيه وقالت إيه وجابت آه، إيه ودي عملت ودي سوِّت، بدل بس ما هذا ده بيوجع البطن بقى ده اللي أنتِ كنتِ بيوجع بتتكلمي البطن فيه ده. وما بيخسّسش خالص. مؤذي للشخص نفسه فعلًا، يعني هو يعني بيأذي نفسه فعلًا نفسيًا أكتر من exactly and you get down and down وكذا وبعدين يعني للأسف يعني عواقب وخيمة في الآخر. فإذا أنتِ شُفتِ حد icon عجبِك شو ما كان يكون بيشبهِك ما بيشبهِك غيرِك ما بغيرِك بدون مقارنات اطلعي وخدي الحاجة الحلوة اللي عنده. to be أنا شايفة inspired. inspired ليه الغيرة ما هو ليه في حد قتل أخوه من الغيرة إمم. وفي حد اقتدى بغيره وكبر إمم. لأنه قدر يعمل manipulate لhis mind إنه أنا كيف أستفيد من غيرتي. إمم. أنا شُفت حد عمل حاجة حلوة أنا غِرت أو أنا إمم. يعني في غيرة healthy، حسّيت الغيرة غيرة الhealthy اللي اللي هي هي تبقي الhealthy أنتِ اللي هي تحسّني من نفسِك، حسّني من ما نفسِك. تأذيش حد وما بالضبط، وما تتعبيش تأذيش نفسِك حالِك، نفسيًا، بالضبط. بالضبط. وأنا لو باشوف يعني أنا واحدة من الناس اللي كان عندي صديقة يعني الله يذكرها بالخير، كانت دايمًا تتكلّم عن واحدة في الcommunity أو حد كُنّا بنشوفه على الإنستجرام وتتكلّم بحرق عنها، فباقول لها أنتِ بتوصّي لها ليه؟ طَب إمم. ما تعملي لها block. إمم. ما أقدرش، أنا عايزة أشوف علشان طَب إمم. ليه؟ اهدي، إمم. block أنتِ إمم. هتستريحي، تقارني نفسِك وتقارني شغلنا وتقارني مقارنات إمم. متعبة، إمم. فإذا أنتِ مش قادرة تطوّري من حالِك وتدعمي نفسِك نفسيًا وتعطي لنفسِك الsatisfaction إمم. وإنِّك تقدري تعملي أحسن وتقتدي أو تاخدي أفكار شيليها من دماغِك، صحيح. ابعدي، وأنا صراحةً هذا الحل اللي باعمله دايمًا مع نفسي، أي حاجة بتجيب لي هاي أيوه. اللي عارفاها هاي أيوه. هذا باقفلها عشان أستريح، صح. فنصيحتي إنه ابعد بلاش negative feelings. no negative feelings أول ما أحسه باقطع عشان صحيح. أرتاح. صحيح. طيب وجيهة لو في واحدة عندها 20 سنة لسه في بداية حياتها العملية، تنصحيها بإيه لو هي مش عارفة تبتدي منين أو تعمل إيه؟ أول شي الدراسة، أنا دائمًا هلأ إذا هي 20 سنة يعني معناته already هي خلّصت خلصت دراسة. دراستها أو في مرحلة جامعية. آمم، أنا كشخص كبُرج الحوت دايمًا it's my passion اللي بيحركني، أي شي باحبه
أعمله إمم. أو باحاول أعمله أو بامحور حواليه الشغل اللي باحبه. فلمّا اشتغلت في الwedding planning I'm a very good planner بالعال ب ب ب ب بحياتي بشكل كامل. I'm good in planning events, I'm good in planning trips, I'm good in planning حتى gatherings، يعني هذا الإشي وأنا بنت. فلمّا إجيت على كندا وبلشت الفكرة زي ما خبرتكم إنه ladies nights وكذا، فمن هون إجا الدراسة. فإذا بتحبي شيء ادرسيه وطوري نفسك فيه، طول ما أنتِ بتحبيه وعندِك passion فيه حتكملي وحتقدري تكبري فيه. أنا دايمًا باشجع أي حدا، أولادي وأصحاب أولادي هدول، إنه اشتغل على الإشي اللي أنت بتحبه وحتبدع فيه، بس بنفس الوقت اقرنه دائمًا بدراسة، ما يكون passion ولعب، لأ passion ودراسة. أي شيء بتحبه ادرسه، اشتغله، ابدأ baby step حتكبر في يوم من الأيام. business هو المستقبل مش الوظيفة، ولكن الوظيفة أساسية وثابتة ومريحة. خلي دايمًا في side business لأنك you never know الدنيا بيحصل فيها إيه. على قد ما الوظيفة بتبقى نوع من أنواع الاستقرار، بس استقرار ممكن في يوم وليلة تروح في لحظة، في يوم، في لأي سبب إن كان. ولكن أنا بنصح أي صبية صغيرة عمرها 20 25 30 40 50 it's never too late. late to إمم. start. never too late. بتحبي صح. شيء ابدي فيه حتى لو سايد، شوي شوي يا حيكبر يا حيفتح لك باب جديد. طب أنتِ حاسة إن الmarket في كندا يسمح للprivate businesses 100%. yeah. يمكن ما يكونش كبير، يمكن حيجي struggle في لحظة من اللحظات، إمم. بس yes it's a big ممكن الواحد country يبتدي. وبتسمح ابتدي، إمم. ارمي نفسك مش الدنيا تاخدك على وامشي طول. بالضبط وهي آه. حتمشي معاكِ. صحيح. ساعات بنشوف الإعلانات على السوشيال ميديا بتبقى شوية مصطنعة وتحس إنها يعني fake، لكن بنحس إن أنتِ في إعلاناتِك إن هي فعلًا طالعة من قلبِك وبتوصل للناس بجد. إيه السر؟ أديك السر، أديك أديني السر السر الخلطة. بقى دول مش إحنا بندّي مستنيين عشان بنساعد يعرفوا كل الناس. حاجة. أوكي، الفكرة بالإعلانات هي دائمًا بتبدأ من تقبُّلي للbusiness من الأساس. لمّا يكلمني أي business مستحيل إنه يالّا أوكي ادفع الفلوس اللي عليك وأنا حاجي وأصوّر وأمشي، دي استحالة. إذا ما حسّيتش الbusiness، إذا ما قدرتش أحس بصدق، مقتنعة أنتِ أصلًا مقتنعة وقادرة أفهم هم شو الفكرة تبعتهم بالbusiness، من أبسط business من واحدة بتعمل cookies في البيت لحتى مركز طبي كتير كبير. إذا أنا ما حسّيت بقبول للفكرة ما باعالجش خالص وباعتذر. الفكرة دايمًا بالإعلانات ليش بتكون مميزة؟ لإنه دائمًا في session بنعملها يعني باخد فيها all the information I need إنه توصل الجمهور البسيط العادي، اللي هو ممكن يكون حتى يعني educated مش كتير عالي، أو ممكن يكون بيشوفني وهو قاعد مثلًا بياكل أو بيشرب coffee بcoffee shop، أو ممكن قاعد في مكتبه اللي في الeating center. فدائمًا بدِّك تحطّي دائمًا حالِك في مكان اللي بيتفرّج. يعني بتحاولي توصلي لكل الناس وكل exactly. أنواع الaudience. كل الaudience بكل بساطة بدِّك تفكري إنه كيف بدِّك توصلي له الإعلان، وهل حيفيده أو لأ، وشو الإفادة اللي رح توصل له من هذا الإعلان. هي مش بس فكرة إعلان، الفكرة وراها في إخراج وفي script وفي تصوير وفي أدوات وفي positions وفي يعني details كتير. details كتير اتطوّرت معي من خلال شغلي ومن خلال خبرتي دراستِك برضه، ودراستي. أنا درست السوشيال ميديا، درست الماركتينج، درست البزنس في كندا، درسته بعمق من يوم ما بلشت بسنة 2019. through 2019 لحديت 2025 أخذت 3 شهادات في الموضوع. طوّرت حتى الequipments اللي باصوّر فيها، الediting tools اللي باشتغل عليها. فالموضوع مش إنه افتح الكاميرا صوّر 5 دقايق وامشي. يعني أكتر كلمة بتزعجني لمّا حدا يقول لي أقول له السعر مثلًا نتفق على السعر يقول لي ده كتير، باقول له ما أنتِ كلها 5 دقايق. he doesn't know إنه أنا لمّا باروح على أي business أنا باقضي مرات لحديت 4 ساعات علشان أطلّع دقيقة واحدة بس. فالموضوع في وراه مجهود، فكرة، شغل، حلم تحضير. وتحضير ووقت وكتير شغلات. يعني أول ما باقعد مع أي حد يمكن باقول لِك أنا برج الحوت للأسف عنده مخيلة واسعة. فأول ما بييجي بيحكي معي أي حدا بbusiness باعد الشاشات اللي بتطلع في دماغي. إذا الشاشات اتعدت ال10 I'm in حتى بدون فلوس. أمّا إذا الشاشات كانت 1 أو 2 ما باخدوش خالص. يعني بتحطي تصور معين في دماغك باكون شُفت project. كل شي قدّامي،
يعني بتتفتح الشاشات هيك قدامي، عارفه لما بتقعدي في غرفه المراقبه، بشوف كيف البدايه، بشوف السكريبت، بشوف مين رح يحكي، بشوف زاويه التصوير، بشوف كل شيء براسي. اذا اقتنعت ام ان ف... فانا هي حته الشاشات ما حدش بيفهمها غير مين المخرج. انا حسستيني وانا بصيت كده إيه الشاشات في اللي بس بدك تروحي بشاشات انت يعني ملبوسه. إيه. فهي هاي انا كنت كتير حابه حتى خبرتك انه كنت حابه كتير ادرس اخراج، ولكن للاسف ما زبطت. كنت بالكويت وما كان لي حقيه ده ادخل فيها الجامعه. فيها وجه هي It's كانت never too نيفر late. تو ليت، دي كلمتك نيفر خلي تو بالك. ليت، بس اي ثينك انه اتس تو ليت هلا بالنسبه لي وبالنسبه للسكجول الحياه اللي عندي ومشاغلي مع العيله، لانه هي بدها ديديكيشن وبدها وقت وكذا. مم. بس اتس نيفر تو ليت، يو نيفر نو. Yeah, you والله يو never نيفر know. نو. Exactly. فبس من هون اجت فكره السوشيال ميديا، ولهيك بحب انا اي لاف اعلاناتي وبحب اشتغلها وبس اروح بستحضر الارواح تاعت اللي هي الشاشات مع الشاشات الأرواح. مع الارواح. حلو الفاشن ده ان هو لسه عندك لحد دلوقتي زي ما ابتديتي من مثلا يوم ما أو ابتديت، من يوم ما بلشت اول ايفنت، ونفس الشيء كان يشتغل معي بالايفنتس، الشاشات تبعتي بتتفتح وبقى اشوف، لانه كان في كل ايفنت في ثيم، بكل ايفنت في لون. يو كانت ايماجين. انا ساعات ما بنامش ودائما في جنبي اللي هي ماي نوت بوك، اللي هي عشان اذا اجتني فكره في نص الحلم ونكتبها. اقوم اكتبها. That's واي very smart. لاف البيبر اند بن، ما اقدرش. احنا اصحاب علينا لازم نتصاحب. عشان بس قلت لك عندي انت برج مشكلة. ايه؟ برج أسد. ما اسد بس غريب، بس انا غريب. انا من دون الورقه والقلم ما كل ما هو بمشيش. كتابة. ثانية واحدة أنا غريبة ليه يعني الأسد والحوت؟ غريب عن جد بجد؟ غريب. آه. بس بنتفق لانه انا ابني اسد وبنتفق انا ما هو أنا كثير. ابني كويس. سوري ابني حوت برضه حوت حوت الرجاله غير، لا ما لهمش مختلفين علاقة. عن البنات؟ لا احنا عايزين نعمل حلقة عن الأبراج لأن أنا خلص مدمنة مرة جاية أبراج. أيوه. لا بس انا هروح ادرس بقى واذاكر عشان اتكلم عن فهم يعني. أيوه. شرفت فيكم كثير. ثانك يو احنا فيري أكتر ماتش. ميرسي عن جد شكرا ميرسي كثير ليكي خالص. للاستضافه. ليكي نورتينا. الله يسعدكم. ثانك يو فيري ماتش. النجاح مش لحظة، هو خطوات صغيرة بناخدها كل يوم علشان نرجع نفسنا. لو حسيتي انك لوحدك افتكري ان في غيرك بيحاول ويغلط ويقوم تاني. شاركي الحلقة لو حسيتي انها لمستك او ممكن تلمس حد تعرفيه.